السلام عليكم. طبعا كلنا بقى او معظمنا فاضل عنده حاجات من اضحية العيد وكده. عندنا الكوارع. هعمل بيها فتة العيد. كل سنة وانتم طيبين. في ناس بتعملها باللحمة وانا بعملها برضو باللحمة او بالكوارع، بس انا هعملها النهاردة بالكوارع. الكوارع انا كنت عملتها معاكم مرة قبل كده، وهي طريقتها سهلة. تغسليها كويس قوي وتكوني حاطة حلتين اتنين مية على النار. الاولانية لما تغلي تنزلي فيها الكوارع، تاخد غلوة، وبعد كده تنقليها في الحلة التانية. هنا بقى علشان اعمل الفتة تجيبي اي عيش عندك. انا كان عندي الشامي وطعمه جميل جدا ومش بيبوش، ما تخافيش يعني. قطعته كده مربعات، واعمليه بالمقص يسهل عليكي ويديكي منظر كويس. قطعته بقى مكعبات كده، وتقدري تسويه على وش البوتاجاز او في الفرن. بس تكون ايدك يعني تكوني واقفه جنبه وايدك في قلبه علشان ما يشدش معاكي بسرعه. انا هعمله النهارده في الميكرويف. حطيت عليه زيت، وحطيت عليه فلفل اسود وبابريكا وشويه كمون. بس كده، مش عايز حاجه اكتر من كده. هدخله بقى الميكروويف ويتحمر. خلاص الكوارع بقى كانت خدت غلوتين اهي، وكانت شربتها جميلة زي الفل زي ما انتوا شايفينها كده. ما كانتش محتاجة والله انها تنتقل في حلة تانية ولا حاجة. بس انا قلت ايه زيادة تأكيد علشان يعني ناكلها بنفس حلو وتبقى ريحتها جميلة. الحلة التانية غليت اهيت، نزلت فيها بالكوارع وعليها بصل متقطع وكمان طماطماية ومكعب شوربة، وحطيت ورق لوري وحبهان وفلفل اسود. سبتها بقى على راحتها بعد ما تغلي كده، وطي عليها النار وسيبيها على راحتها. هنا هعمل الفتة بتاعة الصلصة بتاعة الفتة. حطيت هنا معلقة سمنة بلدي، وعليها معلقة كبيرة من التوم. التوم صفريه بس كده يبقى لونه حلو وريحته حلوة، ما تخليهوش يبقى بني، فايدته بتروح، وغير كده بيبقى مضر، وكمان طعمه بيمرر في الأكل. هنا بعد ما التومة اصفرت كده، نزلت عليها بربع كوباية خل، وعليها الصلصة المعلبة، معلقتين صلصة من المعلبة. خدت غلوتين، وبعدين نزلت بالطماطم الفريش، وعليها فلفل اسود وكمون وبابريكا وشطة، ونص مكعب شوربة، ونص معلقة سكر صغيرة. سبتها مع نفسها بقى كده، وهعمل الرز الفتة الابيض سهل جدا. بتشوحيه تشويحتين في السريع، مش زي الرز العادي، علشان بيتكسر بسرعة، مش زي الرز بشعرية او الحبة وحبة يعني. حطيت عليه شوية ملح، ومش هحط حاجة تاني. وزودي المية. انا زودته مية، ما زودتوش من شوربة الكوارع عشان ما يبقاش غامق. لحد ما يغلي معاكي ويشرب، وطي عليه وسيبيه يستوي براحته. هنا كمان كنت هعمل ورق عنب، طاجن ورق عنب بالكوارع. هعمله ازاي؟ حطيت هنا معلقة سمنة وعليها معلقة توم، شوحتها، وبعدين نزلت عليها بمعلقتين تلاتة من صلصة الفتة اللي هي جاهزة اللي احنا عاملينها مع بعض. وكمان كنت خالية حتتين تلاتة كده من العكاوي من غير العظم، اللحمة كده زي ما انتوا شايفين. نزلتها في الصلصة تاخد تشويحتين تلاتة، تاخد النفس كده وتلم الصلصة. وبعدين هجيب طاجن الورق عنب كان جاهز اهو، نزلت عليه بمعلقة دبس رمان، وبعدين هزيده بشوربة الكوارع. هحط على الوش بقى الكوارع كده. هي طبعا مستوية، يعني كانت تلات ارباع سوا، فهي على ما استوت كده مع ورق العنب كانت مظبوطة. شايفين الشوربة جميلة ازاي؟ والله كانت زي السكر، ونضيفة ونفسها نضيف وكده. الصلصة بقى في الطاسة كده، حطيت عليها شوية شوربة ونزلتها في الطاجن. الطاجن بقى هغطيه بورق فويل وهحطه في الفرن. الملوخية معاهم برضو خضرة وجميلة اهيت. حطيت فيها فصين توم خضر كده على ما تغلي. وفي الطاسة حطيت معلقة سمنة، وعليها التوم شوحته. ويا ريت لو في كزبرة ناشفة حطيه معاه. وخلاص كده كانت الفتة خلصت، والكوارع وورق العنب وكل حاجة كانت خلصت. كان طعمها زي السكر، وديت يعني أكلة أساسية في العيد الكبير وكده. دايما بنعملها. دي الفتة المصري. حطيت الرز اهوت، حطيت العيش الاول وحطيت عليه شوية صلصة، وبعد كده حطيت الرز. وما بحبش اكتر الصلصة قوي، يعني اللي عاوز يكترها يبقى يحط بعد كده. الكوارع نفس ما عملت الكوارع المخلية اللي على ورق العنب، عملتها كده شوحتها في الصلصة،
وتقدري برضو تحطيها في الفرن تتحمر تبقى حلو. خلاص كده عملت الفتة اهيت، ودي الصلصة الزيادة لو حد عاوز، ودي الشوربة فيها الكوارع العادية، وديت الملوخية الجميلة اهي، ودي طاجن ورق العنب.